اليوم راح أتكلم عن الحزام الناري اللي هو واحد من أكثر الأمراض المعدية اللي نشوفها كأطباء جلدية. الحزام الناري اللي هو الاسم المتعارف عليه بين الناس، اسمه الطبي الحقيقي هو الهربس النطاقي، وهو عدوى فيروسية تصيب الأشخاص اللي سبق وأصيبوا بجدري الماء وهم صغار. اللي يصير هو إن الفيروس يظل خامد في الجسم، وبعدين ينشط من جديد لما يكبر الشخص ويطلع في جهة وحدة من الجسم على شكل فقاعات مؤلمة. وبالإضافة للفقاعات غالبا يكون فيه ألم شديد أحيانا، وأحيانا يكون الألم أخف، لكن عند كبار السن خصوصا اللي أعمارهم فوق 60 يكون الألم شديد جدا. والفقاعات ممكن تظهر في أي مكان على طول عصب واحد، يعني ممكن تطلع في جهة وحدة من الوجه أو جهة من الصدر أو البطن أو أي جزء من الأطراف، وهي سبب ألم شديد للأشخاص اللي أعمارهم فوق 60. عشان كذا ينصح حاليا أن الأشخاص الكبار في السن يأخذون لقاح الحزام الناري، واللي صار يعطى بشكل شائع لكل الناس اللي أعمارهم فوق 60. مع أنها معدية، إلا أنها ما تعدي الأشخاص اللي سبق وأصيبوا بجدري الماء أو اللي أخذوا لقاح جدري الماء أو لقاح الحزام الناري. وأفضل شيء هو مراجعة طبيب الجلدية بأسرع وقت ممكن. طبيب الجلدية راح يكتب علاج مضاد للفيروسات مناسب ومسكنات للألم، وينصح بالراحة في السرير لمدة أسبوع. وبالنسبة لبعض الناس الألم ممكن يستمر لفترة أطول، وهذا يسمى بالألم العصبي التالي للهربس خصوصا عند كبار السن. الألم ممكن يستمر من شهر إلى شهرين تقريبا، لكنه أيضا يقدر يعالج بأدوية مناسبة.